السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل عجينة الفلافل او الطعمية. طريقة سهلة جدا. آم، ده نص كيلو من الفول المدشوش. يلا بينا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة بنات، ده نص كيلو من الفول المدشوش، وغسلته كويس جدا، نضفته وكمان نقعته مدة ما تقلش عن 10 ساعات. تمام. هنستخدم بقى للعجينة بتاعة الطعمية أو الفلافل الكرات. ده أساس العجينة يا بنات، الكرات. عشان في ناس بتعمله بخضرة سلطة أو الخضرة بتاعة المحشي دي. لا، هو بتتعمل بالكرات. تمام. طيب الكرات ده لو مش متوفر، استخدمي البصل الأخضر بمكانه. طب مش متوفر البصل الاخضر، اعمليه بقى بالايه، بالخضرة. بس يعني الخضرة بتسوده شوية عن الكرات. تمام. المقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة. معايا بصلاية صغيرة وست سبع فصوص من التوم. والبهارات بتاعتنا مش هنحط غير ملح وكزبرة ناشفة ورشة كمون بسيطة جدا لو عايزة، وشطة ناشفة. دي اختياري برضو، ممكن تكتري ممكن تقلليها زي ما انت عايزة. مقاديرنا سهلة جدا جدا. الطعمية مش بتحتاج اي حاجة، يعني هتشتري نص كيلو ده ب15 جنيه، وربطة الكرات دي مثلا هتقولي بجنيه ولا ب2 جنيه. والبصل والثوم طبعا والبهارات ده اكيد عندك في البيت. فالمقادير بتاعتك سهلة جدا، اعمليها ووفري على نفسك في البيت. كل حاجة بقت غالية. وعايزة اقول لكم يعني ب10 جنيه الطعمية ما بيعملش اي حاجة في الفطار للولاد. تمام. انا هنا هحط كمية كبيرة في الكبة، وهلاقيها ما انضربتش كويس معايا. هعمل ايه؟ هرجع ان انا افضيها زي ما انتوا شايفين اهو، واحط بقى جزء بجزء. يعني قسمت النص كيلو على 3 اجزاء. حطيت هنا زي ما انتوا شايفين الكبة فيها جزء صغير من تحت، الكبة كبيرة ما شاء الله، بس هي ما فرمتهوش ناعم الا لما عملت كده. تمام. وحطيت معاه معلقتين 2 بس من المية. معلقتين 2 كده من المعالق اللي احنا بناكل بيها مية مع الجزء ده زي ما انتوا شايفين اهو. هنزله معاكم. شايفين ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. انضربت وكانت هشة وجميلة وممتازة. بس الجزء ده انا حطاله معلقتين مية. يعني النص كيلو استخدمت لهم 6 معالق من المية. 6 معالق مش اكتر من كده. كل جزء كنت بحط معاه وهو بينضرب في الكبة معلقتين 2 بس من المية. تمام. هعمل بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين، ونرجع تاني مع بعض. انتوا شايفين طبعا الكبة بتضربها حلو جدا بس بعد ما حطيت المية. يعني قبل ما احط المية ما كانتش ناعمة بالقوام ده. تمام. دي كل الكمية اهي زي ما انتوا شايفين. هنقلبها كده كلها مع بعضها، علشان لو في جزء كان فيه خضرة اكتر من التاني او كرات او بصل او كده، ايه، هنقلبها تقليبة كويسة. مش هنحط لها بقى انا هاخد كده جزء. مش هنحط الطعمية بتاعتنا البيكنج باودر او الكربوناتو غير الجزء اللي احنا هنقليه بس. يعني الجزء اللي انا هقليه خدته اهو. هجيب بقى ربع معلقة صغيرة من معلقة الشاي دي، ربع معلقة بس من البيكنج باودر، واجيب الشوكة بتاعتي كده واقلب في العجينة بتاعتي. افضل اقلب فيها شوية كده كويسين بحيث ان انا يعني ادخل هوا فيها. بصوا، بقلبها بالطريقة دي بحيث ان هي يعني تدخل فيها كمية كويسة من الهوا. تمام. قلبت كده البيكنج باودر فيها. حطيت بقى طاسة فيها زيت على النار، وبدأت ان انا اعمل كده اقراص الطعمية او الفلافل. طبعا بعد ما الزيت سخن كويس، وحطيت لها سمسم. لو انتي مش بتحبي السمسم ما تحطيش، زي ما انتي عايزة. ولما بتاخد لون بقلبها على الجنب التاني. وده كان شكل الطعمية بتاعتنا. ياريت لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش تشتركوا في القناة، وكمان تضغطوا على لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد.
بصوا الطعمية طبعا هي كانت سخنة ما شاء الله، منفوخة اهي زي ما انتوا الطعمية ما شاء شايفين، الله، اللهم هشة صل على سيدنا جدا. محمد، ممتازة ولونها حلو جدا، ومحطناش كمان خضرة، يعني احنا اكتفينا بالكرات ما شاء الله ممتازة. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم ان شاء الله جدا. دي كل الكمية اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا عارفين الطعمية دلوقتي او الفلافل الواحدة بكام. دي كل الكمية اهي، هتوفر عليكي ياما. في واحدة ممكن تقولي طبعا الزيت ما هو غالي واحنا بنشتريها جاهزة اوفر. لا طبعا، انت بتقليها في البيت بزيت نظيف من عندك، اول مرة تقلي فيه. هما بيقلوها 50 مرة في الزيت. طبعا انت لما تعملي الحاجة في البيت بتكون صحية عن لما تكوني شرياها من بره. بصوا بقى الطعمية بتاعتنا ما شاء الله. احنا طبعا هنشيل العجينة دي كلها في الفريزر في اكياس. لما نيجي بقى نطلع منها هنطلعها قبلها بساعة مثلا تفك من التلج، وبعد ما تفك هنجيب بقى ربع معلقة من البيكنج باودر زي ما عملنا كده، ونجيب الشوكة او المضرب اليدوي ونضرب فيها دقيقتين 3 علشان ندخل فيها هوا، لان الطعمية الطازة مش بتبقى زي اللي طالعة من الفريزر. تمام. وبعدين نقليها، بس تضربيها بالمضرب او بالشوكة كده شوية حلوين.